العجيب في الأذان أننا إخواني يعني نحن ننقص من أجر صلاتنا بالسرحان وغيره، ننقصه. الأذان فرصة لك لكي تضاعف صلاتك. كيف؟ اسمع. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤذن يغفر له مد صوته، وصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله أجر من صلى معه. انتبهت إلى هذه العبارة: وله أجر من صلى معه. يعني إذا كان المؤذن يصلي معه 100 له 100 صلاة، أكثر. طيب إن قلت لي أنا ما دخلي بالموضوع، هذا أجر المؤذن، أنا لست مؤذنا، ومن قال لك أن هذا الأجر فقط للمؤذن؟ يمكن أن تأخذ مثل أجر المؤذن. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال رجل: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، يعني أفضل منا. أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام حل. ماذا قال له؟ قال عليه الصلاة والسلام: قل كما يقولون. يعني إذا أردت أن تأخذ مثل أجرهم قل مثل ما يقولون فلك مثل أجر المؤذن. طيب المؤذن يأخذ أجر كل من صلى معه، أنت تردد خلفه تأخذ مثل أجره. تخيل كل يوم أجر مسجد كامل، وتخيل يعني أيضا لو كان الحرم وكل مصلي 100,000 أيضا. الله أكبر. سبحان من جعل بعض الناس أذكياء يعرفون كيف يستخرجون الحسنة. عمل بسيط وهو مرتاح، فإذا هو قد جمع أكثر من أضعاف من تعب أكثر منها. كيف؟ بالعلم. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.